يا اخي الزمالك ده غريب جدا. انت عارف يعني ايه بتلعب النهارده بطل افريقيا والفرقه الاقوى في الدوري وتقدر تعمل عليها جيم زي ده؟ الموضوع مش سهل يعني. طب اقول لك على حاجه، نخش المباراه من غير نجم الفريق خوان بيزيه، ويحصل لك اصابتين في الملعب، محمود بنتايج يطلع عقده الدباغ يخرج. في اكتر من كده؟ في صدمه اكتر من كده؟ لا عادي، الزمالك مكمل وما عندوش مشكله. ما عنديش مدير فني، عندي مدير فني جديد مصري مؤقت اسمه احمد عبد الرؤوف، بيلعب فرقه يعني فرقه جامده جدا. يعني الحمد لله ان هي وصلت لكده، ما تقدرش تعمل اكتر من كده مع بيراميدز. فريق متكامل. الحمد لله ان احنا فزنا على بيراميدز النهارده، بقى فريق تقيل ومباراه ما تخافش فيها في التحكيم يعني. بيراميدز والزمالك التحكيم ما يعني ما اظنش انه يجي على حد من الاثنين ما بيحبوش الموضوع ده اصلا. فيعني ربنا كريم، والمباراه النهائيه هنلعبها قدام الاهلي، وكالعاده انت عارف ايه اللي هيحصل. ان شاء الله ربنا يستر والتحكيم يبقى جيد في المباراه دي، لان المباراه دي هتفرق جامد قوي في مسابقه الدوري. فوزك على الاهلي في البطوله دي، انك تاخد السوبر المصري من الاهلي، هيعمل مشاكل كبيره في النادي الاهلي لو انت خدت البطوله دي منه، وهيفرق معاك في تكمله سباق الدوري. النهارده الحكم محمود البنا عامل من بنها في اللقطه اللي قدامك دي يعني لمستين يد في لعبه واحده. تقول لي القانون، اصل القانون بيقول ما اعرفش. طب القانون بيقول ايه؟ ان الكوره لو جت من لعيب زميلك وجت في ايدك ثابته ما تتحسبش. طب وايدك متحركه وضعها ايه؟ الجامعه الاهلاويه يقول لك لا، ما انتوا كنتوا بتلعبوا بيراميدز ما اعرفش من الدوري اللي فات، كسبوكوا 3-0 وكان في كره الونش. يا عم والله العظيم ضربه جزاء، وحكم ضلال انه ما حكمهاش لبيراميدز. ما تقوليش اتجاملت، بتجامل في ماتش بخسره؟ يا عم ما يجاملنيش، مش عايزه يجاملني. انما نغمه ان انت فرحان بتقول اه بنكسب حرام، والنبي ده مبدأ، يعني ده مبدأ تتكلم معايا بيه. تقول لي اه انا بحب الحرام بكسب حرام، سيدي مبروك عليك الحرام. ربنا كبير، وان شاء الله التحكيم الماتش الفاصل بيننا وبين الاهلي التحكيم يبقى جيد فيه. ويعني لو خوان بزيرة شارك في المباراة دي هيفرق معانا جدا، ما شاركش يبقى ملناش نصيب ان اللعيب ده يكمل معانا. عندي شكر للاعب ناصر ماهر والونش، النهارده قدوا مباراة كبيرة جدا بصراحة. يعني خصم عنيد تلعب نص ملعب قوي جدا. الحمد لله ان بلاتي توريه كمان ما لعبش. بيراميدز مش فرقة سهلة، وانك تفوز عليها بالفرقة اللي معاك دي حاجة كبيرة مش صغيرة. الفلوس لو توفرت لنادي الزمالك صدقني لا بيراميدز ولا غيره هيقف قدام نادي الزمالك. احنا طول حياتنا مشكلتنا فلوس. لو معايا